السلام عليكم ومرحبا بكم ان شاء الله تكونوا لاباس وصحتكم بخير. اليوم ان شاء الله راح نديرو سوفلي هايل وبنين، راح نديروه بعجينة سهلة توجد في 5 دقائق وما تحتاج تخمار. ان شاء الله تجربوه وتنجحوا فيه. اللي حبت تعرف المقادير وطريقة التحضير تبع الفيديو حتى الاخير. نحتاجو في الوصفة كاس نتاع حليب يكون دافي، ومغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، مغرفة كبيرة سكر. نخلطوا هاد المكونات مليح، ونزيدو كاس تاع فرينة يكون مغربل. بعد ما خلطنا مليح نغطوا هذا الخليط ونخلوه يتفاعل شوية، يعني ماشي يخمر، يتفاعل هذا ما كان. هنا بعد ما تفاعل الخليط كما راكم تشوفوا نضيف باقي المكونات. هنايا درت بياض بيضة ونص كاس تاع زيت. نخلطوا المكونات ونزيد واش بقى من الفرينة، يعني الكاس الثاني. ونزيدو الملح، درت نص مغرفة كبيرة. هنا زدت الكاس الثالث تاع الفرينة، ونكمل نخلط بيديا هكا باش نعرف القوام تاع العجينة. هنا مازال تخص شوية، نزيد الكاس الرابع بالتدريج ونشوف شحال تاخد لي. هنا العجينة تلمت معايا كيما راكم تشوفوا، دات لي من الكاس الرابع ربع برك، يعني اون تو دات لي 3 كيسان وربع. ونبداو نخدمو بالعجينة بلا ما نخلوها تخمر. نوريلكم كيفاش درت لافارس ومن بعد نبداو نخدمو في العجينة. في مقلاة قطعت حبة بصل كيما راكم تشوفوا، قطعتها طويل، وزدت حبة كورجيت وحبة زرودية ربيتهم. درت لهم شوية زيت ونخلوهم يتقلاو شوية. نزيد عليهم دجاج مرحي، ولا تقدروا تستخدموا فيونداشي، ولا حتى يطيب كامل ديروا الطون في الاخير. نزيد لي زيبيس، درت فلفل كحل وكمون وكركم، ونزيد زيتون مقطع، ونخلط كامل المكونات ونغطيو على لافارس نخلوها الطيب. كما قلنا هذه هي العجينة اللي تحصلت عليها وما خليتهاش تخمر، يعني قطعت الفيديو جوست باش نوريلكم لافارس كيفاش درتها. نقسم العجينة كما راكم تشوفوا على 12 قطعة. نعاون بالفرينة، نرش شوية فرينة في يديا ونشكل كريات. كيما راكم تشوفوا خرجت العجينة طرية وما تتلاصقش، جات بزاف خفيفة وتساعدكم في الخدمة. بعد ما كورتهم كامل في البلان دو ترافاي، ندير شوية فرينة ونجيب كورية نحلها بالحلال ونحاول نحلها شوية رقيقة. دوكا نبدأ ندهنها بشوية هريسة، اختياري، اللي ما يحبش الحار ما يديرش الهريسة.
نزيد نحط لافارس لي وجدناها كيف كيف. ونزيد فخوماج بورسيون المثلثات عادي. ونزيد شوية فرماج المبشور. وتقدروا تستخدموا أي نوعية موالفين تستخدموها. نغلقوا حبة السوفلي كيما راكم تشوفوا. نكملهم كامل ونحطهم في السنيوة اللي تدخل للفوغ. جبت هداك الصفار بيضة باسكو في العجينة درنا بياض بيضة. هداك الصفار تاعها زدتلو شوية حليب. وندهن كامل الحبات. أنا هنا درت الحبات شوية كبار، اللي حبت تستخدم يعني الحجم شوية صغير راح تديرلك كمية أكثر. نزيد زيتون كحل كيما راكم تشوفوا تبان باللي راهي تخمر، وانا ما خليتهاش تخمر، ما بيت كنت نخدم هي كانت تطلع يعني وتخمر. ما نحتاجوش نستناوها نص ساعة ونضيعوا وقتنا. هاد الحاجة المليحة في هذه العجينة. وكتزيين نزيد لها ورقة تاع معدنوس. ونزيد أرشلها شوية سمسم يعني جلجلان. وتقدروا تخلوها هكذا يعني على حساب المتوفر. أنا نحب نزيد زرارع بزاف في المعجنات يعني للتزيين ويزيدوا في الذوق. سخنت الفوغ تاعي مسبقا على 200 درجة. ندخل السوفلي تاعي يطيب من تحت مليح. نزيد نشعلو من الفوق ياخد تحميرة شابة ودوغي ويكون واجد معانا. وهذا هو السوفلي اللي حضرناه اليوم كيما راكم تشوفوا جا يشهي. اللون تاعو هايل يعني شوفوا العجينة كيفاش هايلة وطرية. اون ديغي بريوش ماشي سوفلي. يعني العجينة مع لافارس وزيد هذاك الفرماج ذايب. شهيتكم في الجنة. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتعجبكم وتجربوها وتزيدوا تجربوها وتجوا تقولوا لي في التعليقات باللي نجحت معاكم. ودوكا حبيباتي ما بقى لي غير نقولكم تهلاو في روحكم بزاف. ما تنساوش تدعموني بجيم على فيديو واشتراك في القناة وتشاركوا الوصفة مع احبابكم وعائلاتكم. على خير.